شركة الأهلي للخدمات الرياضية بتضحي يا جماعة وبتقول لنا يلا بينا على أبو ظبي كلنا. يلا بينا قبل أي حاجة وقبل ما أقول لك على السر وقبل ما أقول لك على أسعار التذاكر وإزاي تقدر تسافر أبو ظبي مع شركة الأهلي للخدمات الرياضية، هتدوس على علامة الاشتراك اللي هي بتاعت القناة دي اللي احنا مش عارفينها كل مرة وبنتوح عنها ديت. الحمرا دي هنخليها رصاصي وهنفعل زر الجرس عشان توصلك كل ما هو جديد عن الفيديوهات اللي انا بنزلها، عشان تقدر تدعمني بعد اذن حضرتك يعني، وتعمل لي لايك للفيديو ده عشان نقدر نوصل باكبر عدد ممكن من الناس. طبعا شركه الاهلي الرياضيه بتضحي عشان الجماهير العظيمه لازم تسافر كلها ابو ظبي، ولازم كلها تروح تشجع نادي الاهلي في ابو ظبي امام المباراه اللي هتبقى قويه جدا امام مونتاري فريق صاعد عن امريكا الشماليه. نادي الاهلي بيصعد للمره السابعه في تاريخه بعد نادي اوكلاند سيتي، طبعا اللي احنا عارفين ان هو كل سنه بيصعد كده من غير اي حاجه، واللي صعد للمره العاشره الاهلي بيجي مركز ثاني بعد منه ب7 مشاركات. طبعا شركه الاهلي الخدمات الرياضيه منزله برامج كده عشان الناس تقدر تقيم وتقدر تقول هي عايزه انهي باقه فيهم. اول باقه هقول لكم مع بعض هي ايه، عباره عن ان انت هتسافر 10 ايام و9 ليالي، هتحضر المباراه الاولى لنادي الاهلي، هيبقى انت معاك التذكره اللي هتحضر بيها المباراه واقامه ومعاك فطار ومعاك التاشيره ومعاك واي فاي. حاجه جميله جدا. بكام بقى الباكج ده كله على بعضه؟ ب 21600 جنيه مصري. يا بلاش والله. تعالوا نشوفوا كده بقى الباكج الثاني او العرض الثاني او الباقه الثانيه. بيقول لك ان انت تقدر تعمل كل الحاجات دي في 7 ايام و6 ليالي، خفضوا الايام والليالي طبعا، وبمبلغ اقل من كده حوالي 17600، ده على لسان المهندسه نسمه طاحون. طبعا النادي الاهلي لو لعب المباراه، طبعا النادي الاهلي لو دخل البطوله ديت وكسب ماتشين هيعدي رقم اوكلاند سيتي. اوكلاند سيتي لعب في البطوله ديت 15 مباراه بالتساوي مع نادي الاهلي، ولكن اوكلاند سيتي قدام منه مباراه مع نادي الجزيره الاماراتي اللي هو صاحب الارض. طبعا احنا عارفين ان اي دوله بتنظم البطوله بيكون ليها فريق بيلعب في البطوله باسمها. طبعا القرعه بتقول لك نادي الاهلي لو كسب نادي مونتاري اللي هو هيلعبه اللي هو بطل امريكا الشماليه هيلاعب بالميراس اللي احنا كسبناه طبعا وطلعناه، ولكن نادي الجزيره الاماراتي هيلاعب لو هو كسب. طبعا نادي الجزيره كسب مونتاري، ونتمنى نادي الجزيره يكسب مونتاري عشان حاجات كتير جدا، عشان هو نادي عربي وعشان نقدر نعزز ارقامنا في البطوله ديت. لو كسب نادي الجزيره هيلاعب على طول نادي تشيلسي الانجليزي، وان شاء الله يطلع نادي تشيلسي الانجليزي قدها وقدوده، وان شاء الله والله العظيم مفيش حاجه اصلا كبيره في كره القدم، ومفيش حاجه بتبقى مستحيله في كره القدم. 11 راجل في الملعب هنا و11 راجل في الملعب هنا، ويقدر نادي الجزيره ان هو يكسب ان شاء الله، ويقدر نادي الاهلي يكسب مونتاري ويخرجهم بدري كده، والبطوله تصفصف على 3 فرق افريقيه و3 فرق عربيه لاول مره. 3 فرق عربيه في كاس العالم للانديه، 3 فرق من 7 فرق. حاجه جميله جدا. عندك الجزيره، عندك الهلال السعودي اللي صاعد كبطل اسيا، عندك نادي الاهلي صاعد بطل افريقيا، تاني سنه يصعد لنادي الاهلي ليها، وان شاء الله تكون باذن الله يعني حامل حاجه كويسه المره دي، وان شاء الله نادي الاهلي ياخد اول باذن الله رب العالمين، ويقدر يكسب كل الفرق ديت، ونقدر ان شاء الله زي ما كسبنا بالميراث السنه اللي فاتت نكسبها السنه دي ان شاء الله. ولكن النادي الاهلي بيتلقى 3 ضربات موجعه قبل البطوله. اول واحد بدر بن اللي هيغيب لمده 6 شهور لان عنده مشاكل في القلب، ان شاء الله تعدي على خير يا سلطان. واللعيب الثاني طبعا اكرم توفيق، اكرم رجوله اللي اتصاب مع المنتخب برباط صليبي، هيغيب طبعا مده مش اقل من 8 شهور برده زيه. واللاعب الثالث اللي اتصاب برده في مباراه الجونه صلاح محسن اللي حظه وحش جدا مع نادي الاهلي. صلاح محسن دلوقتي يعني عايزين يجددوا عقده، ولكن الاصابه بتحرم صلاح محسن ان هو يحسن من عقده، حتى يعني لازم يتراضى اليومين اللي جايين دول. ان شاء الله يرجع احسن من الاول، وباذن الله يلعب، وباذن الله يعني اللعيبه اللي موجوده مش اقل من اللعيبه المصابه باذن الله. لعيبه الاهلي كلهم رجاله، ونتمنى ان احنا نشوف كاس عالم بقى جديد، وان شاء الله موسيماني يحقق البطوله اللي ما عرفش يحققها مع سان داونز ان شاء الله، بطوله كاس العالم للانديه. المباراه الاولى طبعا للنادي الاهلي هتكون يوم 5 فبراير بتوقيت القاهره 6:30، يعني الساعه 6:30 بتوقيت القاهره هنتفرج على مباراه الاهلي. وطبعا احنا عارفين اللي اخذ حقوق كاس العالم للانديه القنوات الاماراتيه اللي هي SSC، ان شاء الله باذن الله تكون بطوله قويه جدا، ونتفرج على متعه بقى. يعني شفنا في قطر متعه التصوير يا جماعه في كاس العالم، في كاس العرب
والله العظيم احسن من كاس العالم كمان يعني، ونتفرج على البطوله ديت طبعا باداء مختلف. والامارات طبعا يعني هتحب ان هي تبين لقطر برضو ان هي عندها تقنيات وعندها شغل عالي جدا. الامارات دوله شقيقه وقطر دوله شقيقه، وان شاء الله باذن الله هما الاثنين يشرفونا ونتفرج على بطوله قويه جدا كده باذن الله، بطوله كاس العالم للانديه، وان شاء الله نادي عربي ياخدها باذن الله رب العالمين. في نهايه الحلقه بتاعت النهارده بنشكر كل الناس الجميله اللي كانت معانا، والناس اللي ما اتفرجتش على الحلقه اللي فاتت هتلاقيها موجوده عندك في البايو، او هتطلع فوق كده على الاي هيظهر لك دلوقتي، او هتلاقيها في نهايه الفيديو. وما تقلقش خالص، انا محاوطك من كل مكان لحد ما تدعمني ان شاء الله باذن الله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.